انت هتشير الفيديو ده قبل ما تسمع كلامي عشان تاخد الثواب، وتعالى بقى عشان هنركز شويه مع بعض. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام. الايام دي اللي هي هتبتدي من يوم الاثنين. حياتك كلها ممكن تتغير، والله حياتك كلها ممكن تتغير. ربنا سبحانه وتعالى بيحب الاعمال الصالحه في الايام دي، يعني انت لازم تفرم نفسك لو انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى. طيب اعمل ايه؟ يعني لازم تتوب، واوعى تخش الايام دي وانت مصر على معصيه، اوعى تخش وانت مصاحب، اوعى عاده سريه، اوعى ذنوب خلوات، ابعد عن الكلام ده كله، عشان ال10 ايام دول فيها مفرمه، فيها ناس هتسبق وفيها ناس هتكسب، وانت لازم تكون من الناس دي. طيب اعمل ايه؟ عايز تصوم الايام كلها صومها، عايز تصوم شويه وشويه براحتك، مفيش مشكله. صلاتك في المسجد، صلاتك في المسجد، بر الوالدين، والصدقه كتر منها. عيش بقى حياتك في الايام دي، انا عايزك تفرم نفسك. وكمان بقى من المهم الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. انا عايزك تكتر بقى من النوم زي ما انت عايز، ماشي كده؟ لازم تتوب، ولازم الايام دي تستغلها، ولو الايام دي انت ما استغلتهاش والله تروح، والله حرام ان هي تضيع منك. وكمان فيهم بقى يوم عرفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: على الصيام اليوم ده احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها والسنه التي بعدها. والله العظيم اليوم ده والله العلماء بيقولوا ان لا ترد فيه دعوه. يعني انت اكتب دعواتك، واسمع اللي بقول لك عليه، اكتب دعواتك من دلوقتي عشان لما يجي اليوم ده ما تبقاش ناسي حاجه وتيجي تندم ان انت نسيت تكتب فنسيت الدعوه دي. اكتب من دلوقتي. ويوم عرفه ده والله بيصبرنا على حاجات كتير نفسنا فيها، فلما بيجي اليوم ده وبندعي بنبقى عارفين ومتاكدين ان يقينا ان ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لنا كل اللي نفسنا فيه. وكمان تصوم اليوم، عشان تصوم اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك ذنوب السنه اللي فاتت ويدي لك مخزون حسنات للسنه اللي جايه كمان. انت ازاي ممكن تضيع حاجه زي كده يا ابني؟ اللي هيضيع حاجه زي كده محروم. بص والله محروم. اللي اتحرم من الثواب ومن الاجر ده، الاعمال الصالحه ايا كانت على قدر الاستطاعه بتاعتك، اللي اتحرم منها محروم. اوعى تبقى محروم. وعرف الناس كلها هتبتدي من يوم الاثنين. والعلماء قالوا ان ال10 ايام الاوائل من ذي الحجه احسن من ال10 الاواخر من رمضان. فشوف انت بقى.